بسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا فيديو جديد النهاردة اليوم الرابع بتاع الكتاكيت بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة في العلف. طبعا دول شوية علف، يعني في حدود نص كيلو أو ربع كيلو على قد أكل الفراخ اللي عندي لمدة 3 ساعات بس. يعني الخلطة اللي هنعملها النهاردة دي هتقعد معاهم 3 ساعات بس. فأول حاجة معانا بشرنا بصلاية زي ما انتم شايفين كده، هنضيف عليها كده معلقتين رز مطحون، هنقلب دول كده الأول في بعضيهم. نقلب الرز والبصل كده في العلف شوية بس صغيرين على قد اللي هياكلوه معايا الفراخ لمدة 3 ساعات بالظبط. هنكتر لأن الخلطة دي هنشيلها من قدامه كمان 3 ساعات بالظبط. بعد ما قلبنا البصل كده فيها نضيف معانا الحلبة، معلقة كبيرة كده من الحلبة، وشوية كركم، ومعانا معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من حبة البركة، وهنقلبهم كده في بعض كويس. نطبخهم كده مع بعض خالص، خليهم كلهم يدوبوا في بعضهم عشان النشا. نيجي نضيف عليهم كده معلقة عسل، معلقة كبيرة كده من العسل، معلقة كبيرة من العسل الأسود. نرجع نقلبهم في بعضهم كلهم تاني. قلب الخلطة كلها في بعضها. بعد ما قلبناها كده نسمي الله بقى ونعبي. ونقدمها للفراخ. بسم الله. طبعا يا جماعة الخلطة دي هنسيبها قدام منيهم 3 ساعات بالظبط، مش هنكتر عن كده. 3 ساعات وبعد كده هنشيلها من قدامه ونحط علف عادي أهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا النهارده اليوم الرابع عملنا لهم الخلطة دي كده عشان خاطر الإسهال اللي شفناه امبارح، أعراض الإسهال اللي بدأت تظهر عليهم. يبقى النهارده اللي حطيناه معانا كمية علف بتأكل الفراخ لمدة 3 ساعات، يعني الكمية اللي تكفيهم 3 ساعات بالظبط. حطينا عليها معلقتين رز مطحون من غير ما نبله ولا أي حاجة، رز زي ما هو ناشف كده طحناه، معلقتين كبار ومعلقتين نشا ومعلقة كركم كبيرة، ومعلقة حبة البركة كبيرة، معلقة حلبة مطحونة، وإيه تاني، ومعلقة نشا. وبعد كده قلبناهم في بعض كويس، وفي الآخر بصلاية ومعلقة عسل. يبقى نقرب مع بعض تاني واحدة كده. يبقى معلقتين رز مطحون، معلقتين نشا، معلقة حبة البركة، معلقة كركم، معلقة حلبة، وبصلاية مبشورة، ومعلقة عسل. دي كده النهاردة بالنسبة للخلطة. طب تاني حاجة عملناها معانا ايه؟ لقينا كتكوت زي اللي قاعد في الوش ده كده بينهك. احنا الحرارة عندنا النهاردة كانت 135، هنبتدي ننزلها النهاردة لحد 32، بس مش مفاجئ كده مرة واحدة ننزل الحرارة. نبتدي نقلل معانا بعد الحرارة كل ساعة نص درجة. يعني أنا نزلت نص درجة، المكان عمال يتأقلم عليها أهو. خلاص ساعة نص ساعة هيتعودوا على النص درجة اللي نزلت، وبعد كده ابتدي أنزل نص درجة كمان واستنى نص ساعة، وهكذا لحد ما أوصل ل32. وهرجع برضه أفضل متابعهم
الحركة بتاعتهم اتلموا تحت اللمبة ولا لأ، الكتاكيت بتتحرك زي ما هي ولا لأ. ففي أي مشكلة تانية قابلتني هبتدي برضه أعلي نص درجة بنص درجة وأنا بتابع معاهم، وفي نفس الوقت أنا بقلل لو لقيت أي تغير حصل مرة واحدة مش هقلل تاني، خلاص هثبت على النص درجة دي. أنا مثلا ثبت على 32.5 لقيتهم بدأوا يتجمعوا، خلاص هثبت على دي وبعد كده ابتدي أعلي النص درجة دي كمان بس. وزي ما هي كده يعني زي ما احنا في المية هو العلاج اللي حاطينه نفس ما اتغيرش. الخلطة النهاردة اتغيرت بتاعت العلف دي، هسيبها قدام النوم 3 ساعات بالظبط مش هكتر، بعد كده هغيرها احط علف سادة. الحرارة هي بس اللي اتغيرت معانا النهاردة عشان لاحظت إن في كتاكيت بدأت تنهج معايا، هبتدي أقلل لحد ما أوصلها ل32. النهاردة اليوم الرابع، أوصلها لحد 32 مع سلوك الكتكوت، يعني السلوك بتاعته وحركته هي اللي هتقول لي أنا أكمل أنا زي ال 32 ولا أثبت عند درجة معينة. أنا شفت الكتكوت بينهج تمام، فخلاص بدأت أقلل معاه كل نص ساعة هنزل نص درجة لحد ما أشوف سلوك الكتكوت وصلت معاه أنهي درجة بالظبط اللي مرتاحين عليها وهثبت عليها، على حسب بقى المكان اللي عندك وعلى حسب التهوية. ممكن ال 34 ديت تبقى في مكان في تهوية كويسة، يبقى ال 34 كويسة مفيش أي أعراض تظهر، بس طالما ظهرت معايا أعراض نهجان لازم على طول أتصرف. زي ما انتم شايفين المكان عمال اللمبة تنور وتطفي، المكان لسه بيتعود عشان طبعا مش مشغل شفاطات ولا حاجة، فالمكان عمال يقل ويزيد في الدرجة ديت عشان هو كان مظبوط على 34. بس هنبتدي متابعين معاهم كده وكل نص ساعة نقلل إن شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة الحيوية بتاعتهم أهي، مفيش حاجة عندنا ركنة ولا في حاجة في أي مشكلة، هي نايمة اللي بياكل 3 ساعات بالظبط بشيل قدام النوم الخلطة دي، اللي كل واللي ما كلش هم 3 ساعات وهشيل من قدام النوم واحط لهم علف سادة، ما ينفعش تقعد أكتر من كده. بس يا جماعة ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، واللي عنده أي استفسار ياريت يسيبولنا في التعليقات وأنا هرد عليه على طول. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم.